يلا بينا بقى على الحلويات والبسكوتات التحفة جدا. بسكوت نشادر ملهوش حل، خطير. بصوا عامل ازاي، سوا موحد مخرفش وناعم زي ما انتوا شايفين. عملناه ازاي؟ معايا كيلو دقيق بسكوتات وحلويات، شلت منه 4 معالق كبار، ومعايا 14 جرام بيكنج باودر و6 جرام نشادر، معايا 320 جرام زبدة على سمنة، 4 بيضات ومعلقة كبيرة فانيليا، 300 جرام سكر باودر و80 جرام لبن، 80 جرام مش 80 ملي. اول حاجة حطيت الزبدة لوحدها في العجان. الزبدة بتكون ساقعة. انا حطيت 220 جرام سمنة و100 جرام زبدة. تقدري تستخدمي الكمية كلها زبدة او سمنة زي ما انت عايزة، لحد ما بقت كريمي جدا زي ما انتوا شايفين. هوريكم ملمسها عامل ازاي، زي الكريم بالشانتيه بالظبط، خفيفة وهشة ولونها افتحي تماما. بعد كده هضيف السكر الباودر وهضربها تاني لحد ما يرجع قوامها برضو كريمي وناعم وفاتح. وصلنا للمرحلة دي ابدأ اضيف البيض والفانيليا بيضة. اول ما بحط البيض واخلص الكمية الخليط بيبقى سايل، لا انا لازم ارجعه كريمي متماسك تاني زي ما كان. تمام. ما بحطش البيضة التانية غير لما اتأكد ان البيضة الاولانية دابت تماما في الخليط. اللبن هدفيه واحط عليه النشادر وهضيفهم في الاخر. خدوا بالكم من التركة بتاعت ان اللبن 80 جرام مش 80 ملي. اصفر الكوباية على الميزان واوزن 80 جرام لبن. طبعا اقدر استخدمهم بعصير برتقان وبشر برتقان لو انا عايزة بطعم البرتقان، واقدر ازود جوز هند كمان لو انا عايزة. انا عملته فانيليا. هنا نزلت البيكنج باودر على الخليط وبعدين دفيت اللبن وحطيت فيه النشادر. اللبن ما يبقاش سخن ما يبقاش بارد. اول ما بحط النشادر فيه بيعمل فوم شوية كده، ادوبه كويس جدا وابدأ انزل الخليط على الزبدة والسكر بتوعي والبيض. تمام. انزل بيهم مرة واحدة، وزي ما قلت لكم اللبن ده ممكن يبقى عصير برتقان، واحط معاه معلقة من التانج او بشر برتقان، واقدر احط فانيليا بطعم البرتقان زي ما انتوا عايزين. وممكن احط نص كوباية جوز هند لو عايزاه بطعم الجوز هند مع اللبن. لما القوام بقى كريمي متماسك زي ما قلت لكم، حطيت الدقيق وقلبت تقلبتين، مش بخلط جامد مش بعجن، انا بس بدوب الدقيق في القوام بتاع الزبدة والبيض بتاعي. بصوا العجينة طرية جدا ولكن متماسكة ومش بتلزق، عشان اقدر اعديها في المكنة وانا شغالة. صبع من اول الكحكاية وصبع بتنزل عليه كحكاية البسكوتاية علشان ما تتقطمش مني، ومن وقت للتاني اضغط على العجين من فوق عشان ينزل بضغط ما تتفرفتش مني البسكوتة وتبقى رفيعة. واحاول اسويهم زي ما انتوا شايفين وادخله على فرن درجة حرارته 180، وبرده بقعده حوالي 10 دقايق وبيطلع زي ما انتوا شايفين كده مخرفش وتحفة جدا.